السلام عليكم واهلا بكم. اول لاعب سوري يلعب ضد نادي برشلونة. لاعبنا ايهم اوسو راح يكون اول لاعب سوري يلعب ضد نادي برشلونة بالدوري الاسباني. المباراة راح تقام بكرة يوم السبت. راح يلعب نادي قادش اللي يلعب به لاعبنا ايهم اوسو ضد نادي برشلونة. وبلا شك انه ايهم اوسو راح ينزل اساسي لانه مبين من المباراة الماضية امام غرناطة انه المدرب قرر انه يعتمد عليه بشكل اساسي. ايهم اوسو بالمباراة الماضية اللي انتصر فيها نادي قادش على نادي غرناطة 1-0 نزل كبديل ولعب اخر 25 دقيقة من المباراة. على الرغم من انه جاي من سفر طويل الا انه المدرب قرر انه يشركه، فهذا الشيء انه اذا دل على شيء يدل على انه المدرب حاطه ضمن خياراته بالتشكيله الاساسيه. طبعا ايهم اوسو كان راجع من سفره طويله، يعني سافر من اسبانيا على مينمار، ومن مينمار على السعوديه، ومن السعوديه على اسبانيا. انك تجي قبل المباراه بيوم وتلعب كبديل، اكيد هالشيء هذا يدل على انه المدرب راح يعتمد عليك. وان شاء الله نشوف ايهم اوسو بشكل اساسي ضد برشلونه، وان شاء الله نادي قادش يحقق الفوز على برشلونه، خاصه انه واني اشجع ريال مدريد يعني. ان شاء الله انه ايهم اوسو يحقق نتيجه ايجابيه، وليش لا؟ يعني شفنا ايهم اوسو مباراه نادي قادش ضد اتلتيكو مدريد استطاع انه يفوز بنتيجه 2-0، وليش لا؟ ليش لا؟ ممكن زاد يسويها قدام برشلونه. كل التوفيق لايهم اوسو بهاي المباراه القويه. نجي على لاعبنا الاخر ونجمنا الصاعد اللاعب محمود الاسود لاعب نادي الكرامه بشكل شبه رسمي. وقع محمود الاسود لنادي الزمالك على عقد لمده 4 سنوات. عقد يمتد لمدة 4 سنوات مع نادي الزمالك المصري، وبلا شك راح تكون تجربة جيدة مسيرة لاعبنا. ونادي الزمالك راح يكون بوابة عبور لاعبنا إذا تألق مع نادي الزمالك إلى أوروبا. وأكيد راح يستفيد لأنه نادي الزمالك مو يعني ما راح يقتصر احتكاكه بالفرق المصرية مثل الأهلي وغيرها. نادي الزمالك نادي مشهور ونادي كبير، ودائما ما يشارك بدوري ابطال افريقيا. فانت لما تلعب مع نادي الزمالك راح تواجه انديه جزائريه، راح تواجه انديه تونسيه، انديه مغربيه، انديه من غانا، انديه من هاي المنتخبات الكبيره يعني. فراح تواجه انديه قويه. بلا شك الاحتكاك هذا مع هالانديه هاي راح يضيف لقيمتك الفنيه اكبر واكبر، وهالشيء هذا اكيد راح ينعكس على منتخبنا الوطني. لاعبنا الآخر هو لاعب نادي الفتوة كرم عمران، الظهير الأيمن اللي راح يعوض اللاعب عمرو جنيات بالمباريات الجاية، وخاصة بمباراة كوريا الشمالية واليابان. راح نشوف كرم عمران بديل العمرو جنيات. بصراحة عمرو جنيات ما خرج يلعب خالص، مستواه سيء مع النادي واللي يلعب به. فأتوقع أنه كرم عمران خيار أفضل لهكتور كوبر. يعني على الأقل هو يعني مو جيد حيل ولكن أقل شيء أفضل من عمرو جنيات بمركز الظهيرة الأيمن بديل لعبد الرحمن ويس. يعني إذا تعرض عبد الرحمن ويس لإصابة لا سمح الله يكون بديل أقل شيء يقدر يغطي مكانه. طيب نجي على لاعبنا الآخر هو اللاعب سيزار حيدر. سيزار حيدر ما راح يقدر يمثل المنتخب السوري بالأشهر الجاية على أقل تقدير بسبب بعض الصعوبات المتعلقة بأوراقه، خاصة بمباراة كوريا الشمالية واليابان. ما راح نشوفه، أتوقع ما راح نشوفه إلى مباريات الشهر التاسع. طبعا سيزار حيدر مدافع جيد وعمره 23 سنة بس، ولعب بمنتخب كولومبيا تحت 20 سنة، ويلعب حاليا بنادي ديبورتيفو توليما. النادي هذا متصدر الدوري الإكوادوري. ونتمنى أن نشوف سيزار حيدر مع المنتخب بالفترات الجاية وبالمباريات الجاية، لأنه بصراحة أضافة قوية. هذا كان فيديو اليوم، أتمنى ما تنسونا من الاشتراك بالقناة مشان نوصل إلى 1000 مشترك.